السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعيد عمل الفكره اللي عملناها بالمشابك الخشب المره اللي فاتت. هنعملها المره دي بالمشابك البلاستيك، لان في ناس قالوا لي مفيش عندهم مشابك بلاستيك. انا الحقيقه كنت شاريه المشابك الخشب دي علشان خاطر اللعبة، بس لقيت عندي مشابك بلاستيك انا بستعملها يعني فجبتها من على الحبل وقلت اما اعمل معاكم الفكرة دي. اول حاجة هنحتاجها المشابك البلاستيك، وهنعملها بقى. المرة اللي فاتت احنا لونا المشابك الخشب بالالوان الشمع. المرة دي طبعا البلاستيك مش بينفع يتلون. هستخدم قص ولزق بلون اخضر. قصيته كده حتت على قد المشبك. ومعايا زي المرة اللي فاتت ورقة. هعمل ايه دلوقتي؟ هلزق ال القص واللزق كده على المشبك كده بالشكل ده. هيبقى شكله كده زي ده كده. شايفين المشبك؟ لزقته من الناحيتين. بعد كده هجيب قلم فلوماستر زي ده كده، او اي لون، هو ده اللون المتوفر عندي دلوقتي، وهرسم عليه كده. ممكن اعمل التمساح ده عيون، وهرسم من الجنب كده زي اسنان للتمساح، عشان لما يجي يعض كده يبقى فعلا الطفل يصدق ان هو تمساح يعني، او سمكة هتاكل الاسماك او الورقة. آم، الورقة اللي معانا دي اللي احنا عاملينها على شكل مستطيل طويل دي، هنقسمها خانات. خانات كده يعني مثلا نقسمها 5 خانات او 6 خانات او 10 زي ما تحبوا. آه، هتبقى بالشكل ده كده. شايفين كل خانة فيها عدد ارقام معين. هكتب مثلا على التمساح بتاعي دوت، هكتب عليه مثلا رقم من الارقام. هعمل بقى كذا تمساح كتير يعني. هعمل هكتب عليه مثلا هنا رقم 2 مثلا. اهو كتبت عليه 2. هكتب على التمساح دوت مثلا رقم 5 مثلا. هتخلي بقى هنكمل بقى بقية التماسيح دي ببقية ببقية القص واللزق. ابنك مثلا هيبدأ يعد مثلا دي هيقول ايه 1 2. هنجيب التمساح دوت ونخليه يعض الخانة اللي فيها رقم 2. وزي المرة اللي فاتت انا عملت المرة دي نقط. المرة اللي فاتت كنت رسمه لكم سمكات. ممكن بدل النقط ديت ترسمي سمكات، او لو عندك ستيكرز باشكال سمك تلزقيها هيكون افضل. مثلا ديت الخانة دي اللي فيها ال5. هنعمل 1 2 3 4 5. هو ابنك كده يعد وتخليه يعض فين؟ على هنا كده. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم، وأكون لبيت طلب بإن يتعمل بمشابك بلاستيك، لأن في بنات قالوا لي إن مفيش عندهم مشابك خشب. ف يا رب تكون الفكرة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومتنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. آه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. استنوني. مع السلامة.